Hi, Barbie. Hi, Ken. Hi, Barbie. 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 Hi, Ken. Hi, Barbie. Hi, Barbie. Hi, Barbie. Hi, Barbie. Hi, Barbie. Hi, Barbie. Hi. Hi, Barbie. Hi, Ken. Hi, Barbie. 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 هاي يا حلوين، ازيكم؟ النهارده فيديو جديد. الفيديو كده الترند بتاع باربي اللي خلاص مغرق الدنيا. حبيت ان انا اعمل معاكم افكار بسيطة نفرح بيها ونفرح بناتنا وولادنا بالحاجات الترند الموجودة، وفي نفس الوقت طبعا هي مش موجودة في مصر بشكل كبير في محلات مخصوصة ولازم شحن لو احنا من برا القاهرة، و يا ان احنا نعمل الحاجات دي بايدينا. فطبعا انا قررت ان انا اوريكم كذا فكرة نعملهم بايدينا بامكانيات في البيت، يعني كوبايات من البيت، حاجات من البيت كتير هوريها لكم ازاي نحولها لباربي. ولما نزهق من الشكل وعايزين نرجعها تاني نقدر ان احنا نرجعها لشكلها الطبيعي ونعمل ديكورات حاجة تانية او موسم تاني ما تكونش اتضرت يعني، وحاجتنا ما تكونش اتضرت وتفضل بشكلها وبرونقها. هنا دي الكوباية بتاعت الايس كوفي، ده شكلها. جيت على الطبعة وطبعت كلمة باربي بالشكل ده. انا طبعاها على ستيكر. طبعا الستيكر في السوق في منه نوعين، في ابيض وفي شفاف. والشفاف يا ريت لو هتشتروه، لان انا جبته للاسف ما بينشفش، بس عايزه هوريكم بيه الفكره يعني. آه، تتاكدوا ان هو نوع يتماشى مع الطبعه بتاعتكم. انا بس عشان اقصاها فبتعامل معاها بحرص. بس هو كده ستيكر. وهاجي على الكوبايه بتاعتي بس ده الشكل برضو نازل جدا ترند مع باربي. هحاول كده برضو افكه. هبدأ ألزقها كده فوق كلمة باربي. بس بقت كوباية تحفة جدا وترندي جدا بشكل في منتهى البساطة. صوت جميلة جدا جدا جدا. اللي عايز يعمل ست على بعضها برضو، انا مثلا هنا الفكرة ان انا طبعت الصورة حطيتها. طبعت الصورة حطيتها بس في فريم، وبقت عندي تبع السيت اب بتاعي لما اجي اعمل ديكور. لو عندنا حفلة او عندنا حاجة كده، آه، عايزين يعني تجمع بنات وعايزين نعمل التيم كله يكون باربي، فالموضوع ده هيبقى سهل. عايزة كمان اعمل العلب دي او الجرادل دي، عايزة اعملها للبوب كورن. فانا جبت الالوان بتاعه باربي وكين فعشان يبقوا لايقين كده وشكلهم حلو. وطبعت برضو هنا دي صورة كده هبدأ بيها اول حاجة. هبدأ اقصها ما يبقاش بس فيه حواليها اي ابيض. بالشكل ده. فك برضو الستيكر كده معلش. طبعا لو انتم بتعملوا زي حاجات ستيكر ابيض على الوان، فيستحسن ان انتوا تكونوا منسقين الالوان جدا، يعني دي فيها ازرق ودي فيها ازرق.
عملنا علبة للأولاد. بصوا جميلة جدا طبعا. البوب كورن هيفرحوا بيها قوي. ممكن تحط فيها كاندي. الجرادل دي اصلا بقى انا شارياها من محلات مستلزمات حلواني. هما بيحطوها تقريبا علشان برضو ان احنا نقدم فيها الحاجات في سبوع او لو عيد ميلاد. انا هنا بقى للبنوتة عملت لها باربي كبيرة وصورة باربي. بصوا الفكرة مفيش اي حاجة، مجرد بحطها والستيكر بيلزق عندي على طول وبيغير الشكل تماما. يعني شايفينه كان كده فجأة اتحول يعني بقوا جمال جدا للأطفال. يعني مش قادرة اقول لكم قد ايه حلوين قوي. طيب كمان عشان البنوتات طبعا بيبقى فارق معاهم قوي ان كل حاجات باربي تكون عندهم ونازلة برضو كتير قوي. فانا جبت هنا فرشة شعر لونها برضو بينك. دي كانت عندي يعني انا مش جايباها. ممكن بقى ان احنا نعمل ايه؟ ممكن ان احنا نكتب باربي، بس طبعا هعملها حجم اصغر والزقها عليها بالشكل ده. او انا برضو طبعت كل الاشكال دي موجودة على النت سهلة جدا. باربي كده وحواليها الحاجات الصغيرة بتاعتها. لو الستيكر اللي عندكم شفاف طبعا هيسهل الناس اللي مش بتعرف تقص او تظبط القص قوي ان انتوا حتى لو سبتوا من حواليه حتة من الستيكر مش هيعمل مشكلة لان هو شفاف. هوريكم برضو شكله، بس طبعا انا اللي عندي مش نافع مع نوع الطبعة. ده كده الشكل بعد ما قصيتها. تقدري بقى تعملي البنوتة كل حاجتها كده عليها باربي طبعا. ده ممكن نحط بقى فوق هو لو عشان نحميه اكتر من المية ويكون ووتر بروف ستيكر شفاف. وممكن حتى لو مفيش ستيكر شفاف سوليتيب بس نشده بشكل حلو جدا عليه. طيب لو حاجة انا مش عايزة اغير شكلها خالص بعد كده وعايزة انها تفضل باربي زي الفرشة دي. بصوا بقت حلوة جدا جدا جدا. بس كل الحاجات كده بتمشي مع بعضها ويطلع شكلها حلو. طبعا بقى انا هوريكم حاجة انا قررت اعملها للمصيف واخلي شكلها كمان جميل جدا واغير من شكلها وفي نفس الوقت ما بوظهاش لو حبيت ارجعها لشكلها الاصلي. طيب تعالوا كمان نعمل مج الكابتشينو بتاعي. ده بقى الستيكر الشفاف اللي بقولكوا عليه. ده بصوا يعني بيسهل جدا. معلش سوري، كنت بقولكوا لو حد بقى عايز يفضل محافظ عليها ما يغيرش الشكل خالص ممكن ان هو يديها طبقة بقى غيرة شفاف او ورنيش شفاف. بصوا هو شفاف خالص كده. مجرد ما هحطه بقى على الفنجان بتاعي. بس طبعا انا ده يعني بصوا بيتمسح لانه مش ماشي مع نوع الطبعة. بس احنا بوريكوا افكار اكتر وانتوا تنفذوها. تعالوا بقى اوريكوا اخر فكرة للمصيف ومعجبة جدا. عايزة اوريها لكم جدا. يعني عايزة اوريها لكم فعلا لان معجبة بيها جدا. انا اشتريت الشنطة دي للمصيف. الشنطة دي هاند ميد. بصوا جميلة جدا وعليها لوجو المكان وانها هاند ميد من جوه واسعة وجميلة جدا. بس انا حابة دلوقتي ان انا اعملها الترند الباربي ولما ارجع من المصيف او انا في المصيف حتى عايزة اغير شكلها اعرف اغيره. فطبعا برضو لجأت كده للستيكرز اللي انا عاملاهم. بصوا مجرد ما اتحط عليها فرقها تماما واختلفت وبقى شكلها حلو. تعالوا بقى نلزقه مع بعض
وعملت لها برضو الشكل ده. نظبط بس اماكنهم الاول. تعالوا بقى نبدأ مع بعضينا. بصوا، افكار بسيطة جدا. الاستيكر ده مش غالي، ولو ما عندكوش طبعا ممكن في مكتبات كتير يطبعوا. يعني تكونوا بس واخدين الصور دي على فلاشة. مجرد ما تعملوا سيرش على جوجل باربي بيطلع لكم كذا حاجة. اهم حاجة ان انتوا بس تعملوا تناسق للالوان مع بعضها. دي دايما اللي انا بقول، اي حاجة هتعملوها هاند ميد نقوا الوان تكون متناسقة مع بعض، هتاخدوا نتيجة حلوة. إيه لعبنا بقى كتير في الالوان، ما اعتقدش ان النتيجة هتبسطكم. محتاجة درجات تكون متقاربة جدا، محتاجة خبرة، محتاجة كل حاجة عشان تطلع شكل يرضيكوا يعني. اشيل بس الستيكر بالراحة لان هي فيها تفاصيل. بس قبل ما اضغط اظبط كده. تمام. بس وقت ما هزهق هقدر اشيل الستيكر ده وكده. حتى لو انا عايزة مثلا اطرز على الشنطة او اطبع طباعة انا تخيلت المنظر، فمش هبقى قلقانة يعني. يعني استنوا بقى اوريكم كده شكلها. دي كده شكل الشنطة كاملة على بعضها. اعتقد اسهل واسرع وارخص كمان ان احنا ننفذ افكار لباربي من كده مفيش. اشوفكم على خير في فيديو جديد، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وقولوا لي رايكم في الكومنتات، واشوفكم على خير. باي باي.